في ليلة باردة من ليالي برلين بعد الحرب العالمية الثانية، كان رجل عادي المظهر يعبر الحدود بخطوات هادئة، اسمه غونتر جيوم. لا يحمل سلاحا ولا يترك أثرا، لكن في رأسه كانت أخطر الأسلحة: الصبر والتمثيل. غونتر لم يكن لاجئا حقيقيا، بل عينا لشتازي، جهاز الاستخبارات المرعب لألمانيا الشرقية. مهمته كانت بسيطة في ظاهرها ومستحيلة في جوهرها: ادخل قلب ألمانيا الغربية واصعد حتى القمة. سنوات مرت، غونتر يعمل، يبتسم، يكون صداقات، ينضم إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي. لا أحد يشك، كان شخصا مخلصا منظما، لا يثير الريبة، ومع كل خطوة للأمام كان يبتعد أكثر عن صورته الحقيقية. أصبح غونتر مساعدا شخصيا للمستشار الألماني فيلي براندت، أعلى سلطة. يدخل مكتبه، يسمع همس السياسة، يرى الوثائق ويسافر معه. الرجل الذي يجلس قرب أقوى شخصية في ألمانيا الغربية كان جاسوسا. في الليل كان يرسل تقاريره سرا إلى برلين الشرقية: اجتماعات، قرارات، نقاط ضعف، كل شيء، لكن لا سر يدوم إلى الأبد. سنتابع القصة من منظور ضابط المخابرات الذي كان يراقبه. يقول: اسمي غير مهم. لم أكن أبحث عن غونتر جيوم، كنت أبحث عن شبح. رسائل مشفرة من الشرق تقول أن لديهم مصدرا قريبا جدا من السلطة، قريبا لدرجة أن الفكرة نفسها كانت مخيفة. راقبنا الجميع: وزراء، سكرتارية، موظفين، ثم ظهر اسمه: غونتر. هادئ، منظم، محبوب. أنا لم أعجب به، وهذا كان أول إنذار. بدأنا نراقبه من بعيد: متى يصل، مع من يتحدث، متى يبتسم أكثر من اللازم. كان نظيفا جدا لدرجة تجعلك تشك لا أحد يفعل ذلك مجانا. مر الشهور، لا دليل. قلت: نعم، لا أحد يكون مخلصا هكذا بلا سبب. فتشت ماضيه، وجدت فراغات لا مبرر لها، صمتا حيث يجب أن تكون هناك حياة. لم نعتقله، تركناه يعتقد أنه آمن. كنت أراه يدخل مكتب المستشار وأقول لنفسي: إن كان جاسوسا فهو أخطر من كل ما عرفناهم. إنه يدخل مكتب المستشار، مستشار ألمانيا. في إبريل عام 1974 وصلنا إلى اليقين. دخلنا منزله فجرا، لم يقاوم. نظر إلي بهدوء غريب، وكأنه كان ينتظرنا منذ سنوات. في غرفة التحقيق لم يصرخ، لم ينكر. قال فقط: أنا ضابط من ألمانيا الديمقراطية. في تلك اللحظة لم أشعر بالنصر، شعرت بالفراغ، لأننا لم نسقط جاسوسا فقط، بل أسقطنا وهم الأمان داخل دولتنا. بعد أيام استقال المستشار فيلي براندت، ليس لأنه خان، بل لأن الثقة انهارت. أما الجاسوس غونتر فقد قضى سنوات في السجن، ثم عاد إلى ألمانيا الشرقية في صفقة تبادل، حيث استقبل كبطل. رجل واحد غير مسار سياسة دولة كاملة دون رصاصة واحدة. هكذا انتصر الجاسوس. إلى اللقاء.